مساء الورد. الحقيقة إحنا المصريين علينا قفشات علينا كلام مع بعض الحقيقة، بنقوله بشكل يومي أو في المناسبات، وفي تعاملاتنا اليومية، لكن كل كلمة اكتشفت إنها ليها معنى. كل كلمة ليها معنى في التاريخ، مش في التراث الشعبي المصري. أعزائي المشاهدين، الشعب المصري شعب عليه كلام جميل جدا وقفشات جميلة. يا خراشي على الشعب المصري. حتى كلمة يا خراشي اللي بقولها دلوقتي ليها أصل في التاريخ. تعالوا بعد الفاصل نشوف كلمة أصل يا خراشي وكلمات تانية كتير بنقولها مع بعض أصلها وحكايتها إيه. يا خراشي على الشعب المصري. يا خراشي على الشعب المصري، أتاري الكلمة دي ليها أصل الكلمة دي إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. كلمة خراشي ليها أصل وفصل كمان، وبتعود إلى الإمام الشيخ محمد الخراشي. الإمام محمد الخراشي كان أول إمام للجامع الأزهر، وكان واحد من كبار العلماء المسلمين اللي لهم تقدير كبير جدا. الحقيقة سمي بالخراش نسبة لقريته أبو خراش في البحيرة، وكان معروف لنصرته للحق والمظلومين. فكان أي واحد عنده مظلمة كان بسرعة بيروح للإمام الخراشي علشان ينجده من إيد الموظفين، كبار الموظفين. الأمر وصل إن صارت عبارة عن استغاثات بقى. يا خراشي، بقوا كل واحد عنده مظلمة فبيروح يقول له يا خراشي. وده كان النداء الشعبي لشيخ الأزهر عشان ينصر المظلومين. والحقيقة كلمة خراشي كانت دليل كمان على قوة الأزهر وإمامه. دي أصل كلمة يا خراشي. أما بقى أصل كلمة خالص بالص دي برضو إحنا بنقولها كتير ومش عارفين معناها، وأتاري ليها معنى وأصل في التاريخ. أصلها إيه بقى؟ أصلها بيرجع لعهد الفاطميين. كان الفاطميين بيفتتحوا أبواب القاهرة مع أول ضوء فجر، وبيسمحوا بدخول التجار إلا بعد دفع الضريبة. يعني بيسمحوا بدخول التجار إلا لما كل تاجر لازم يدفع الضريبة قبل ما يدخل يوميا. واللي كان بيدفع الضريبة منهم بيحصل على حاجة اسمها صك، يعني إنه خلاص دفع الضريبة اللي عليه. وبعض التجار كمان كانوا بيقوموا بمنح الجنود اللي واقفين على بوابات الدخول بلاص من العسل أو المش بديل عن النقود، ويسمح لهم بالدخول. عشان كده كانوا بيطلقوا عليه بالص، بمعنى إن منحهم بلاص أو أكتر كضريبة عليه. في الحقيقة بقى فئة تانية من التجار كانوا بيتهربوا من دفع الضريبة، كانوا بيستخبوا في القوافل التجار اللي هم دفعوا ضريبتهم، فبيستخبوا جنبيهم. بس لما التاجر اللي دفع ضريبته بيشوف اللي بيتملص ده، فكان بيروح قابض عليه ويحاسبوه بتهمة التملص من دفع الضريبة، وبيقولوا عليه مالص. وعشان كده الحقيقة بقت على لسان المصريين كلمة خالص بالص مالص. بتعني ايه خالص بالص مالص؟ احنا بنقولها مثلا عن اقرار ابراء الذمة مثلا، او ان انا دفعت كل الضرائب المستحقة او كل المستحقات والرسوم المقررة. اما بقى لو جينا نتكلم على كلمة حتتك بتتك دي يا جماعة، اصلها كانت بتصف الجعان، انه اللي هو بيشتهي الاكل جدا، انه هجم على الاكل الطعام. فكلمه العظام في الهيروغليفيه اسمها بيت، واللحمه في الهيروغليفيه اسمها حات، فترجمتها حتتك بتتك، يعني انه الجعان التهم اللحمه والعظم بشراهه من شده جوعه. وان كمان نسبه لكلمه حات الهيروغليفيه، المصريين سموا الكباب دي حاتي. الحقيقه كمان من الكلام التاني او الكلام اللي احنا برضو بنردده وما نعرفش معناه، كلمه معناش اللضا. الحقيقه الجمله دي متداوله جدا بينا،
واصلها ان ايه بقى اللقطه دي؟ اصلها ايه؟ اصلها عمله نحاسيه حمراء كانت بتتصك ضمن صك العملات، وهي قطعه مكتوب عليها الله الضامن. ايه حكايتها وايه روايتها؟ العمله دي اللي مكتوب عليها الله الضامن بيتم توزيعها على الفقراء اللي معهمش ولا مليم، عشان كل واحد ياخد اللي في نفسه. ووقت الحساب صاحب الدكان بيطلب من الفقير الفلوس ويقول له انا ما معيش اللضا، الفقير يقول له انا ما معيش اللضا، وصاحب المحل بياخد العمله دي وبيرجعها لبيت المال، بياخد بدلها فلوس، وبيت المال بقى بيوزعها على الفقراء تحت شعار الله الضامن. اختصروها الناس لكلمه اللضا، وبقت بتعبر عن سوء حالتهم والمعيشة الضنك، بيقولوا أنا ما معيش اللضا. الحقيقة كلام كتير اكتشفته في التراث والتاريخ الحقيقة التراث الشعبي والتاريخ، كلمات كتيرة المصريين بتقولها لكن احنا ما نعرفش معناها، لكن لها أصول تاريخية عظيمة جدا. زي ما قلنا يا خراسي حتتك بتتك خالص مالص مع ناس اللضا. أعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت حلقتنا. بشكركم وأشوفكم في حلقة تانية ونكمل كمان كلمات كتيرة بنقولها لها أصل في التراث والتاريخ. أشوفكم في حلقة جديدة وأشكركم. إلى اللقاء.